السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. راح نبدأ معاكم هذا الشرط تاع ولدي. شوفوا من هنا تفزر له تقطع بمنتصف. عندي الجيب 2 من الجيوبة، جيب منه راح نحي واحد منهم ونغلقه ونخلي له التاني يحط فيه الصرف ولا يحتاجه. الجزء اللي من الداخل هذا نحيه ونقصه على شكل مثلث، على شكل فرماجة. شوفوا كيف هاني قاعدة نقص فيه. ها ومن بعد نغلق الجيب تاعي عادي. وهذا السروال شريت له انصومبل 140، يعني تاع عائلة بسيطة، يعني ماناش والله لبسة واحدة من أول لبسة من أول استعمال بعد تقطع. كل واحدة تحط لي في لي كومنتير اللي صرالها نفس المشكل. نروحوا لهنا نحلو من جهة الفخذين، نفتحوا فتحة من جهة الفخذين، الرجلين، ونضع هذاك المثلث اللي قصيته جهة الحادة كما نقولوا الفي نحطوه من أسفل، ولا الأخرى العريضة نحطوها من فوق. قص فرماج قد القطعة اللي نحيناها. ها هي هدية مثلث، هذا مثلث. شوفوا كيفاه، شوفوا الفي هذاك وراح نحطه من تحت. شوفوا معي نعدل في الكاميرا فقط باش تبان لكم الصورة مليح واضحة. نحطوا الفي هذا من تحت. ان شاء الله تكونوا قاعدين تفهموا، لي مش قاعد يفهم يحط لي ونزيد في الفيديوهات الجاية. لهنا غلقناه، شوفوا كيفاه الجهة العرض درتها لفوق. درك لهنا عندنا مشكل، هنا المشكل ما هيش طالعة، احنا لازم نطلعوها. زيدوا ذيك اللي تاع الامام، القصة الامام والخلف، احنا لازم نطلعوها باش كي يقدر يتحرك يطلع رجله ولا يلعب البالون ولا ما يتقطعش، لانه كان من تحت مزير محكومة. شغل محكومة ليه. شوفوا هنا قصيناها قصيناها من مكان الخياطة، نطلعوا معاها نخرجوا معاها من فوق. ان شاء الله تكونوا قاعدين تفهموا عليا لاني حب نوضح اكثر. درك نخيطوا نغلقوا عادي. الناس اللي مالفين بالخياطة مليح، حتى المبتدئات لهنا نحدوها وشوفوا النتيجة النهائية. هاي الفكرة، النتيجة النهائية كي تحدد، لأنها حديدة نصف الخياطة. شفتوا الفي اللي كنت نهدر عليه، عاوزت مديت فيه. هذا هو الفي اللي كنت نهدر عليه، هذا هو